اشهر ماركت عربي في نيويورك كلها. اهلا بيكم في بلدي. ازيك يا سلام، عامل ايه؟ لا عامل ايه يا مصطفى؟ لا والله كله تمام. احكي لنا اكتر عن بلدي، يعني احنا هنا موجودين فين؟ احنا هنا موجودين في بيفيج بروكلين. يعتبر المحل احنا بدأنا محل، هو بدأ من سنة 2003. طبعا كبر حبة بحبة لحد ما انتم شايفين ميجا بلدي دلوقتي. ما شاء الله. يعني هو بدأ يتوسع اكتر كل حبة فترة. بحبة. تمام. طب تعالى خد تور في المكان. يلا بينا. القسم اللي احنا فيه بقى دلوقتي ايه القسم ده؟ كده كل الخضار الفريش، الفواكه كلها. طبعا كل حاجة بتيجي فريش بشكل يومي. ست البيت تحتاجه، وجود متاح وطازة يعني. اكتر حاجة من الخضار الناس بتحب انها تيجي تشتريها من بلدي. كل الخضار زي ما انت عارف. هو معروف ان كل الخضار آه. بس دايما بيكون في حاجة كده اللي هي البيج بوس. يعني مؤخرا بقينا عندنا مثلا سهلنا للكاستمرز بتوعنا جو بشكل عام. العربي، الكوسه المحفوره المتقوره، البتنجان، الكلام ده كله. ده فين الكلام ده؟ شايفين يا جماعة الكوسة هنا محشية، كوسة محشية والبتنجان برضو محشي. جاهز للحشو على طول. على طول. لا جاهز للحشو، جاهز لازم الدقة جاهز للحشو. لا شغل عالي ما شاء الله. يعني انا اجيب من هنا وعلى طول. الحاجات دي طبعا بتبقى مميزه قوي يعني. لا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا حته الاسعار نخليها برضو متفاوته للكاستمرز بتوعنا يعني. دي طبعا عشان الشاورما والحاجات دي. دول عشان الشاورما بتبقى جاهزه، كل حاجه متقطعه. بحكم طبعا السرعه في امريكا وسرعه المعيشه والحاجات دي كلها، كل واحد بيحاول يخلص شغله ويحاول يطبخ اسرع حاجه. بالظبط كده. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر الحاجات اللي زي دي بتبقى مجهزه بشكل كامل، اللي هو يبقى 1 2 3 كل حاجه جاهزه بشكل سريع يعني. احنا فين بقى دلوقتي يا اسلام؟ احنا كده قسم زي الاعشاب بشكل عام، اللي هو الكماميل، الزهورات، اوراق الزيتون، الخزامه للمغربيين. جماعه انا لقيت كركديه والله كركديه. كل ما انت عايزه هنا في الاعشاب والحاجات دي بتبقى موجوده، من اول المصري، الحاجات المغربي، الخزامه وكل ما تحتاجه، والاردنيين برضو لو محتاجين الزعتر كل ده برضو موجود. المرمريه اللي طبعا معروفين هم بيحطوها في الشاي على طول، كل ده برضو متاح عندنا يعني. في مستكه وحاجات من دي بتاعت في مستكه موجوده برضو عندنا على موجوده قدام في قسم تاني يعني. تخيل اول مره اشوف حاجه زي كده، اوراق زيتون. طب دي بيعملوا بيها ايه؟ ما اعرفش، اكيد بقى لها خلطات للشعر وحاجات. وفي حاجات طبعا بتبقى ممكن مشروبات للكحه وتنزيل الوزن وحاجات ليها لكذا مشتق يعني. ايه ده في بهارات كمان بلدي يعني؟ في حاجه دي مرمريه دي باسم البراند بتاع بلدي، باسم براند بلدي مرمريه. طب ايه المرمريه بقى عباره عن ايه؟ الماريه دي عشبه بيستخدموها على في الشاي. معظم الناس بتغليها وبتشربها، بتبقى حلوه زي النعناع، بس بتضيفها على الشاي من فوق يعني. بس لها طعم، ليها طعم، مذاق وريحه كده مختلف. انا شايف بقى في البهارات كل حاجه بلدي يعني. هنا بلدي، الكزبره بلدي، القرنفل بلدي، فلفل حار بلدي، فلفل حار مش عارف ايه بلدي، مسحوق برضو بلدي، ملح ليمون بلدي برضو. كل السكشن بتاع السبايسز احنا عاملينه برضو بالبراند بتاع بلدي. من احسن طبعا الانواع. وعندنا برضو شركه كازابلانكا، دي طبعا مشتقاتنا العرب المغاربه بيحبوها جدا. عندك الضحى برضو المصري. يعني ما بين الشرق، لان احنا عندنا الشام والشرق والسعوديه ودول الخليج. احنا لنا بهارات خاصه، واصحابنا في دول المغرب بيبقى ليهم حاجات بهارات خاصه زي راس الحانوت. وعندنا هنا دول حاجات زي فلفل عدني، دول لحبايبنا اليمنيين برضو. كل البلاد بنحاول على قد ما نقدر نوفر لكل بلد الحاجه بتاعتها عشان ما يحسوش بالغربه هنا في يتعمل بحديث ده ولا لا؟ الملوخيه المجففه دي تقريبا تبع المغاربه برضه. تبع المغاربه، وفي مصريين بيستخدموها يعني، الشاميين طبعا بيستخدموها على طول يعني. لا قسم البهارات حرفيا ما شاء الله يعني مكتمل. عندنا برضو البهارات اللي هي السبايسي بتاعت مصر، بهارات اللحمه والفراخ، بهارات شاورما، بهارات كفته، حواوشي، كل شيش طاووق، كل حاجه انتوا عايزينها موجوده. بهارات البرجر كل دول برضو موجودين عندنا يعني. بهارات سمك تبع برضو ماركت سبايسي برضو موجودة عندنا يعني. برضو موجودة معانا هنا كلها حاجات المندي والبرياني
كل ده برضو موجود عندنا فوق هنا، يعني كل ما هتحتاجه في البهارات هتلاقيه على طول. احنا دلوقتي فين يا اسلام؟ هنا كده هنا في قسم الخبز، عندك بقسماط، عندك بسكوت سايب، كل حاجه ما انت عايزه هنا، كل اللي انت بتتمناه هتلاقيه. من اول العيش الصاج، ده انا الشاورما اعملها هنا بقى تعملها خلاص. الشاورما خلاص هنا. لا جامد ما شاء الله. لا عيش صاج، عيش صاج، انا حاسس انه فريش فريش بيجي ما على شاء طول، الله. فريش يومي بشكل يومي. ايه لو عايز شويه بقسماط تقدر ايه، حبيت نفسك شاي- هفتك على شاي- شاي بقى شاي بلبن وتسقي بقى وتديله في بقسماط. الشتاء ده. بس لا خلاص. وفي حاجات برضه عندك برضو باتون سليل مصري، كل دول اهم. فايش كمان. دي بقى انا اول مره اسمع عنها. لا موجود يعني فايش. احنا عارفين ان في بيكون عندنا باتون ساليه وحاجات كتير، بس وعندنا الفايش، وعندنا باتون سليه برضو بالكمون. بالنسبه بقى للمخبوزات مفاجاه كبيره جدا، يلا اوريها لك. ايه هي؟ عندنا الفطير المصري، فطير مشلتت. فطير مشلتت. اه يا جماعه في نيويورك هنا فطير مشلتت. اي حد عايش في ولايه تانية انت ما عندكش فطير مشلتت عندنا. اوعى تحسدونا. طب في مناقيش. في مناقيش بس بتهزر. كده، بس كده. بتهزر؟ انا واقف في بقى عربيه بقى عربيه. عندك مناقيش زعتر. زعتر في محمره ولا مفيش؟ في محمر. انا احب على فكره يا جماعه، ما تزعلوش مني، ما بحبش الزعتر قد كده، انا احب وادي المحمره. المحمرة. ياه كل ما لا تحتاجه وجاهزه اتنين عندنا. اه. فين السعر بتاعها؟ مش شايف السعر بتاعها ولا هي بيكونوا عارفين على الكاشير؟ 96 على ب الكاشير. 699. لا سعر كويس جدا ما شاء الله. في على اتنين يا دوبك بس تاخدهم في الاير فراير او في الميكروويف بس على خلاص. طول. وهم بيجوا صابحين كل يوم. انا شايفها اللي هي ما شاء الله. بص اهي اهي طريه والله. لا صابحين صابحين ما شاء الله. ايه ده ايه ده؟ ملصوق. ملصوقه كمان يا جماعه. الملصوقه كمان موجوده هنا. انا عايز اجربها في مره ان شاء لا الله. استنى اوعى لازم تروح أجرب. مكان. عندنا الخبز اليمني، بيسموه الطابوني اليمني. لا وحاطين عليه علم اليمن يا جماعه. خبز اليمني الرشوش. الرشوش. يا جدعان تخيل كده تروح سوبر ماركت تشتري رشوش. تعرف ان انا بروح اي مطعم يمني بس عشان تاكل والله رشوش. العظيم عشان اكل رشوش جنب المرق. جنب المرق الضاني. انت حافظ اهو. صح. لا يعني اروح الكيف كله عشان اكل رشوش، عشان بس مش عشان اكل العيش. اكل لا بس عشان رشوش. العيش ده. صح. يعني ساعات بدخل مرقه ورشوش بس مثلا كده. حمص مثلا بابا حاجة غنوج، اي بسيطة حاجه وتمشي. ادلع بيها مع الرشوش. صح انا معاك 100%. لا انبسطت جامد قوي. حبيبي ابسطك كمان ولا خلاص؟ لا علي لو عندك علي يا معلم. عندنا كمان العيش المصري بالرده. عيش مصري كهراوي. كهراوي. لا شغل عالي. عيش مصري كمان. ما عندكش عيش سن؟ عندنا عيش سن بس كده. ادي يا عيش جماعه انا السن. حاسس ان انا بحقق احلامي هنا اقسم بالله. هو في ايه يا جدعان؟ ادي عيش السن. كل ده عيش سن. ما شاء الله. لا عيش سن محترم ما شاء الله. لا خلاص بقى كفايه عليا كده. انا انا قلبي وجعني. كمان دي بقى لو انت عايز شويه قرص كده بقى بالعجوه، اوكي من اللي قلبك يحبهم. محشين عجوه. محشيين عجوه. انا فكرتها بيجو للوهله الاولى. لا محشيين عجوه زي بتاعتنا بالظبط. عرب امريكا ده ايه؟ سيسمي بيجو ده. بس هو بيقول لك لا محشي عجوه من جوه. سموها قرص عندنا. احنا نسميها قرص. قرص بالعجوه. قرص بعجوه. لا اسلام انت لازم، انا لازم اشوف يا جماعه. انا ساكن باستوريا، لازم اشوف مكان، لازم اشوف هنا في البيرج حاجه. ندخل على القسم اللي بعده. يلا بينا. احنا دلوقتي فين يا اسلام؟ احنا بقى هنا عندنا قسم الاجبان، من اول الجبنه الرومي لكل جبنه انت ممكن تتخيل ان انت نفسك تروح لها هتلاقيها موجوده عندنا، سواء من الامريكي او العربي بشكل عام. يلا بينا نشوف. دلوقتي احنا كده هنا عندنا هي الجبنه الرومي بتاعتنا، عندنا المصري الجوده، عندنا برضو لو انت عايز الامريكي في ده الامريكي، عندك البيبر جاك. جاهز للمفاجاه؟ يلا بينا. فين المفاجاه؟ عندنا مش عادي ومش سبايسي. عندنا اللبنه. ايه الدلع ده؟ مش عادي ومش سبايسي ازاي؟ في لو انت عايزه حراق بتاخده حراق، لو عايزه جبنة عادي قريش. عندنا جبنه قريش. يا راجل. عندك الجبنه البراميلي بالفلفل، عندك الملاوي الحراقه، فكل ما تتخيله. عندك الجبنه الثلاجه اخر حاجه. كل ما تتخيله. دلوقتي بقى انا عايزك تدوقني المش. مش ادي المش ده مش عايز لبنه. وادي اللبن. انت جاهز على طول. أنا جاهز. انت جاهز على طول. مش ولبنه. طب استنى، طب اكل مين فيهم الاول؟ خد اللبنه عشان بعدين المش يحدق معاك. انت متاكد ولا اخد الحادق الاول بعد كده افصل؟ وش على اللبنه بعد كده المش. لا لبنه حلوه. لا بامانه جميله، احلى من المعلبه. بتتعمل فريش دايما كل يوم عندنا. مذاقها غير المعلبه تماما. انا جبت تقريبا انواع كتير معلبه. لا دي هتبقى طعمها مذاق. ليها مذاق خاص. دي بتتعمل فريش هنا. بتتعمل فريش يعني. جامد. ده المش. مش هتقدر تقاوم صدقني. مش هتقدر تقاوم. والله مش عشان الفيديو مش جامد. لا بصراحة. هو جامد بصراحه. بصراحه جامد. يا. يا اسلام انا تعبتك معايا. احنا فين دلوقتي؟
احنا هنا بقى جينا في قسم، اهم قسم الناس بتحبه جنب الاكل، انا من عشاق المخلل. عشاق المخلل ده انا. المخلل من والزيتون عشاق المخلل. الكلاماتا وكل انواع الترش المصري، المخلل، ايه الزيتون الأحمر ده؟ اللبناني، الهريسه المغربيه، عندك والله- كل لا هريسه مغربيه تتباع كده مش المعلبه. يا جماعه انا عاشق لاي حاجه غير معلبه، اي حاجه غير معلبه فاهمني انا بعشقها. زيتون لبناني، اخضر، اسود، جريكي، بتنجان مخلل، كل ما تحتاجه هتلاقيه هنا. كل خيار حاجة. مخلل جامد ما شاء الله. بنحاول نوفق على قد ما نقدر اصناف مختلفه لكل واحد ولكل بلد يحب ان هو يندمج مع المخللات بشكل عام. جميل. وزيت زيتون هنا بقى ده زيت زيتون فلسطيني، ده قصته قصه كبيره. اوكي. لو قعدنا نتكلم عليها، هو زيتون اصلي 100%، بيطلع بس مره واحده في السنه. اوكي. اللي هو البكر الفيرجن. البكر الفيرجن بيطلع بس مره واحده في السنه، دول بتيجي ستريت من فلسطين على هنا على طول. اوكي. دي هي الازازه دي. جماعه انا اقول لكم على حاجه، تمام؟ انا شفت فيديو قبل كده على السوشيال ميديا، الناس طالعه بتقول لك الفرق ما بين زيت الزيتون المغشوش وزيت الزيتون الاصلي. تمام. شايفين الكتل اللي موجوده دي يا جماعه؟ ده معناه ان زيت الزيتون والله حقيقي، اللي هي الكتل دي. اخواتنا الشاميين عارفين حاجه معلومه زي كده اكيد. انما اللي انت بتشتريه من بره اللي هو بيكون سايل خالص، ده بيبقى مخلوط معاه حاجه علشان مثلا كده ينفع في اكلات معينه. بالظبط، للسلطات، للاكلات بالزبط. معينه. لكن ده في ناس ممكن تشربه بتقلل الكوليسترول بيه. في ليه فوائد كتيره جدا. ده حمص فلسطيني، عشان الحمص الفلسطيني بيكون سوفت، او الحمص اللبناني مثلا. بالظبط. تمام. وعليه بقى زيت زيتون من ده ما اقولكش ما اقولكش. انا هاخد رقم اسلام بعد الحلقه دي يا جماعه. خلاص انا واسلام، اسلام شكله اكيل زيي. هننزل انا وهو نلف في كل حته بس كده. وبمناسبه رمضان داخل علينا، فاسلام عنده مفاجاه للناس. عندنا برضو بدانا ننزل التمور. عندك تمر بلدي المجدول، عندنا منه اللارج وعندنا منه الجامبو. طبعا ده بيبقى حلو جدا سواء في رمضان طبعا شهر الكريم، او بره رمضان برضو تقدر تاخد برضو تمرايه كده كل يوم الصبح. نجرب. هينفع اجربها؟ نجرب طبعا. بسم الله. ايه رايك يا مصطفى؟ حلو ما شاء الله. يشدوه تمر زي ده في حته. جامبو بس حلو، يعني جامبو مسكر. صعب ان تلاقي الجامبو مسكر. صعب. دايما الصغير بس. التمرايه دايما بتيجي لنا طبعا فريش زي ما انت شايف، بنايس باكجينج وكل حاجه. في حاجه مقابله مثلا تمور مثلا فلسطينيه أو عندك التمر ده فلسطيني. اوكي. بتاع زياد برضه ممكن اوريه لك. برضه عندك ده بيجي بص تمر فلسطيني، برضه ناس كتير برضه متعودين عليه. عندك البلح الناشف بقى بتاع مصر، لو انت تحب بقى البلح الناشف بقى مع شويه الخشاف. محبين بقى الخشاف يا جماعه. والتمر باللبن بقى. تمر باللبن ده مزاج. ده بعد طول انتظار في الصيام تاخد لك كده بس تمر بلبن. تمر بلبن خلاص انسى الموضوع. انا شايف بقى هنا معلبات بقى كتير، يعني هنا في انت زيتون. كل حاجه انت بقى هنا في السكشن هتلاقي كل حاجه انت ممكن عايزها. زيتون، مخللات غير اللي احنا شفناها. بس الماركه بتاعت بسمه دي انا بحبها جدا الصراحه. المخلل بتاعهم بيبقى عامل زي الترش المصري كده. صح. لا بصراحه حاجات زي زيتون اخضر حلبي، يعني منتجات عربيه. عندك منتجات المعلبات عربيه، مصري، سوري، مغربي، جزائري، كل ما انت يخطر على بالك هتلاقي عندنا منه يعني. وحلاوه كمان، حلاوه البوادي. وفي طحينه. عندك عسل اسود. هنا مع الطحينه. هاخد طحينه بقى ومع عسل اسود، يعني وتعمل لك بقى احلى مفتقه. ده بقى الصراحه ما اعرفوش، بس هو شكله حاجه ممكن تكون مغربيه. ده الشاي تقريبا اسمه المهاجر. تمام. شاي مش عارف مكتوب مغربي. على ايه. هو مغربي، انت قلت مغربي وانا برضو فاهم ان هو كل اللي مغربي. هنا دول مغربي. عبد المعبود، وعندك النجار الاردني، عندك معتوق، عندك الحمر، عندنا كل انواع القهوه. في كمان كل انواع العدس، يعني في عدس اللي هو العدس العادي، انا مش عارف احنا بنسميه اللي هو عدس حب. عدس حب صغير، والعدس الاحمر كمان. دلوقتي بقى احنا دخلنا في قسم اللحوم، بس اللحوم اللي هي يعني ايه مظبطينها على الذوق بالظبط. يعني لو عايز صدور فراخ الاقي، تلاقي عايز وراك الاقي، تلاقي برضو عايز ستيك برضو لحوم الاقي، عايز سجق تلاقي بجد. ولا وفي سبايسي وفي سبايسي وفي العادي وفي البيف وفي اللي هو مخلوط مع اللام برضو موجود. جامد. لحمه مفرومه، عندك الكفته جاهزه. كل دول بيبقى حاجات سريعه لست البيت برضو. اللي هي تاخد الحاجه تروح تطبخها على طول، مش محتاج تنظف اي حاجه ولا اي حاجه كله. وطبعا اهم حاجه ان كل ده حلال 100%.